اضغط لايك وسبسكرايب ليصلك كل جديد. أمر الإكسرف. دلوقتي أنا لو عندي تصميم المعماري أهو وحبيت أخد منه 3 نسخ، وكل نسخة هعمل فيها تشطيبات مختلفة. يعني مثلا في نسخة أحط فيها الفرش، في نسخة مثلا تشطيبات الكهرباء، النسخة التالتة فيها حاجة تانية، وهكذا. يعني اللي بيعمله الإكسرف إن بيخلي ال3 نسخ اللي أنا واخدهم مربوطين بالريفرنس، بالأصل. يعني لو التصميم الريفرنس حصل فيه أي تغيير، التغيير ده تلقائي بيتطبق على النسخ اللي انا واخدها ال3 دول. يعني مش هضطر ان انا اغير في كل النسخ، لا، انا بغير في النسخة الريفرنس والنسخ التانية بتاخد التغيير تلقائي. ودي اهمية الاكسرف، بتسهل عليا الشغل. تعالوا نشوف ازاي. ده التصميم الريفرنس بتاعي اللي هو التصميم الاصلي، او يعني التصميم المعماري. تمام، هحفظه على طول كده اهو. هعمل له سيف از. تمام، وهعمل فولدر على الديسكتوب هسميه اكسرف اهو، واحفظ فيه التصميم وهكتب عليه اكسرف. يبقى ده الريفرنس بتاعي. هشوف الوحدة اللي انا شغال بيها هنا ايه، هكتب يونتس. الوحدة هنا متر، يبقى التصميمات، يبقى لما اعمل النسخ ال3 لازم يكونوا برضو بوحدة المتر. تمام كده. هعمل تصميم جديد اهو، نيو. تمام. اول حاجة هشوف اليونتس عندي ايه، هخليها مترز زي التصميم الاصلي بتاعي اللي هو بتاع الاكسرف. المهم يبقوا الاتنين نفس الوحدة يعني. اوكي، هاجي من هنا هختار اتاش دي دبليو جي، واختار الملف بتاع الاكسرف اللي احنا لسه عاملينه. تمام، لازم هنا الاقي الفاكتور 1. شايفين كده الفاكتور 1 ليه بقى؟ لان احنا عاملين التصميمين بتوعنا بنفس الوحدة. هنا هلاقي الفاكتور 1 لان انا عامل التصميمين بالمتر. شايفين كده اهو، مترز. تمام، هاجي هنا بختار ريلاتيف باس. تمام، والاختيارين دول بسيبهم زي ما هم، ما بلعبش فيهم. تمام، وبضغط على اوكي، فبينزل عندي التصميم بالشكل ده. فده التصميم الاول، هحفظه برضو سيف از، وهسميه 1 وسيف. وهكذا هعمل التصميم التاني برضو بنفس الطريقة. ادي نيو، هظبط الوحدة الاول برضو هخليها مترز، وبعدين نعمل اتاش، ينزل معايا بالشكل ده. وبرضو هحفظه واسميه 2، والتالت زيه بالظبط. تمام، يبقى انا عامل ادي تصميم الاكسرف اهو، والتلات تصميمات النسخة منه اللي هما ال3 دول. تمام، هاجي هنا هلاقيهم موجودين برضو، ادي 3 2 1 بالشكل ده. تعال نروح لتصميم الاكسرف كده ونعمل اي تغيير ونشوفه هيطبق على ال3 تصميمات التانيين ولا لا. اهو 1 2 3. هنعمل اي تغيير، وليكن مثلا هنجيب شكل دايرة كده ونرسمه هنا في المكان ده كده، ونعمل كنترول اس. تعال نروح للتصميمات التانية. رقم 1 هلاقي هنا مكتوب ايه، نيد ريلودينج، فهضغط كليك يمين وهعمل لي ريلود، فهلاقيه على طول الدايرة نزلت. تمام، والتصميم التاني كذلك، كليك يمين ريلود، هلاقي برضو الدايرة نزلت. التالت ريلود، هلاقي الدايرة نزلت. يبقى انا كده عامل تصميمات مربوطة بالريفرنس. لو غيرت في الريفرنس ده ال3 بيتغيروا معاك، ولكن لو ضفت طبعا اي حاجة للتصميمات دي ما تضافش للريفرنس. يعني تعالى نجيب مثلا دايرة كده كبيرة نحطها كده، وعملنا كنترول اس، نروح للريفرنس ما نلاقيهاش اتضافت. تعالوا نشوف شوية تعديلات كده. لو ضغطت على التصميم عندي هلاقي فيه شوية اختيارات طلعت لي فوق هنا، او ممكن اضغط كليك شمال على التصميم وبعدين كليك يمين. الاختيارات دي هي اللي موجودة فوق. يعني هلاقي عندي هنا مثلا open xref، هلاقي هنا open reference، هنا clip xref، هنا هلاقيها فوق برضو create clipping xref. فخلينا في اللي فوق احسن. هضغط على create clipping bound. تمام، وبعدين هختار شكل الحدود دي ايه، هختار ريكتانجل، وهعمل ايه، هرسم مستطيل كده. فهلاقيه عمل قط لجزء معين. لو ضغطت كده على السهم ده هيعكس التحديد اهو. تمام، لو عايز الغي الكليبنج ده هعمل له ريموف من هنا، ريموف كليبنج. تمام، بعدين في عندي اوبن ريفرنس. بعمل اوبن ريفرنس يعني بدخل على الريفرنس بتاعي اللي هو الاكس ريف عشان اعدل فيه. تمام، نرجع تاني للملف رقم 1. طيب هضغط كليك تاني كده. تمام، في عندي بعدين edit reference in place، يعني انا
هعدل في رقم واحد هنا في التصميم رقم واحد، هعدل فيه، والتعديل اللي هعمله فيه هيطبق على التصميم الريفرنسي الأصلي اللي احنا مسمينه اكسريف هنا. تمام. طيب تعالوا نضغط عليها وأوكي. هيجيب لي رسالة هنا يقول لي إن التصميم ده مفتوح ما ينفعش، يعني نطلع من التصميم كده الاكسريف أهو. طيب تعالوا كده نختار التصميم تاني ونطلع هنا edit reference in place. هلاقي الدنيا بقت متاحة لي ان انا اعدل فيها، فممكن مثلا نحذف اي جزء فيها، يعني نحذف الدايرة دي، وتعالوا مثلا نحذف جزء السلالم ده، وتعالوا نعمل كنترول اس. طب تعالوا نروح للتصميم الاصلي بتاعنا الريفرنس. تمام كده. طيب عايز ارجع بقى زي ما كنت على التصميم، هضغط كليك يمين، اختار كلوز ريف اديت سيشن، يعني خلاص عايز انتهي خلاص من التعديل خلاص. فبيقول هنا عايز تعمل سيف حفظ للتعديلات اللي انت عملتها، ولا عايز تعمل ديسكارد يعني تتجاهل التعديلات. فانا هقول له عايز احفظها. تمام، رجع لي الدنيا زي ما كانت. هروح لتصميم الاكس اف بتاعي، هفتحه واشوف التعديلات دي هتبقى ظاهرة فيه ولا لا. فعلا شايفين كده الحاجات دي اتمسحت فعلا، والدايرة اللي هنا اتمسحت، يبقى انا التعديل اللي انا عملته اتضاف على الاكس ريف اهو. تمام. ولو رحت كمان للتصميم رقم 2 هلاقيه عايز ريلود، وهلاقيه ايه عمل التعديل برضو، و3 كذلك. طيب تعال نرجع للتصميم رقم 1 تاني. تمام، انا ممكن اضغط كليك يمين على الاكس ريف ده واعمل له اوبن، يعني افتحهولي، فيفتحهولي بالشكل ده. يعني بدل انا ما اروح ادور على الاكس ريف على الكمبيوتر نفسه عندي، لا انا بروح لاي تصميم التصميمات الثلاثه دول، وبروح للاكس ريف اهو او التصميم الريفرنس بتاعي وبعمل له اوبن. تمام. تاني حاجة ممكن أعمل ديتاتش، يعني إيه ألغي الربط. لو ضغطت عليه هيلغي لي الربط بالشكل ده. هضغط كنترول زد هتراجع. تمام. ممكن كمان اعمل انلود، يعني الغي لي الربط بتاع الاكس ريف اللي انا عامله، فيرجع لي الدنيا فاضيه زي ما كانت. ولكن ما بيحذفش التصميم الاصلي هنا، بيخليه موجود ولكن بيعمله انلود. يعني لو ضغطت كليك يمين عليه تاني وعملت له ريلود هيظهر معايا تاني.